كل مرة بشوف صورة للنيل والأهرامات بحس بحاجة غريبة جوايا، كأن روحي بتسافر لزمن تاني، زمن كله هدوء وعظمة. النيل ماشي في حاله والأهرامات واقفة بتحكي عن حضارة عمرها آلاف السنين. المشهد ده بيديني إحساس بالأمان، بحس إني قريب من نفسي وأنا بتأمله. في حاجة في الطبيعة دي بتهدي البال، بتفكرني أنا مين وجاي منين. أنا شخصيا المنظر ده خلاني أعبر عن نفسي، بدأت أكتب أكتر وأرسم وأدون مشاعري. بقى عندي طريقة أطلع اللي جوايا من غير ما أتكلم كتير، كأن الصورة دي فتحت لي باب جوايا مكنتش أعرفه. حسيت إن الفن مش بس وسيلة لتعبير، دي مراية بشوف فيها حاجات عن نفسي مكنتش شايفها قبل كده. اللوحة دي مش بس خلتني أفهم نفسي، خلتني كمان أبص للناس حواليا بشكل تاني. لقيت نفسي بسأل يا ترى كل واحد بيشوف الصورة دي بيحس بإيه؟ يمكن اللي ساكت حوالينا مش ساكت، يمكن هو كمان بيدور على السلام اللي احنا بندور عليه. كل واحد ليه حكاية وليه مشاعر، ويمكن هو كمان بيلاقي راحته في نفس المشهد. في اللحظة دي على ضيفة إني تحت ظل الأهرامات حسيت إني مش لوحدي، حسيت إني جزء من حاجة أكبر، جزء من حكاية مش مكتوبة في كتاب لكن محفورة في القلب وفي التراب وفي المية.